عايز احكي لكم قصة سيدة شفتها في المستشفى امبارح. السيدة ديت عندها سمنة مفرطة، يعني اكتر من 35 معدل كتلة الجسم، وجاية بدراوزنس او دوخة ونقص اكسجين، وضغطها وسكرها عاليين. الست دي عندها مالتي موربيدتي او امراض كتيرة زي الضغط والسكر والسمنة، دول مع بعض كده. بس التريك اللي انا عايز اتكلم فيها ان الست دي حطيناها على اكسجين، بعد ما حطيناها على اكسجين ساعات ما اتحسنتش. طب ليه؟ ما هي عندها نقص اكسجين. علشان خاطر الاكسجين في الناس اللي عندهم نوع تاني من الفشل التنفسي قد يكون مضر، لان هو الدرايف او الحاجه اللي بتخليك تتنفس. نقص الاكسجين في الحاله ديت هو اللي مخليها تتنفس. لو ما فيش نقص في الاكسجين الست دي مش هتتنفس. طب ايه الحل؟ الحل ان احنا نخلي الاكسجين بتاعها من بين 88 ل 92، وده ما حصلش لاستبعاد ان السيدات ما عندهمش سي او بي دي زي الرجاله. ولكن لا، الناس اللي عندهم سمنه مفرطه غالبا بيبقى عندهم اوبستي هايبوفنتيليشن، وده نوع من انواع اللي بتعمل او نوع من الامراض اللي بتعمل فشل تنفسي من النوع الثاني، ولازم نتعامل معاها زي السي او بي دي في الاكسجين ثيرابي. وتاني حاجه يا جماعه، الاكسجين اسمه اكسجين ثيرابي، علاج بالاكسجين. الاكسجين مش لعبه، يعني مش اي حد عايز زعلان يحطه على اكسجين، اي حد معدي على المستشفى يخش ياخد له شويه اكسجين. الجلسات ماشي ممكن نتعامل معاها بهذا المنطق، وان كان برضه الجلسات علاج، ولكن الاكسجين يعتبر علاج. الهواء ده بنعالج بالهواء، مش بناخده كده وخلاص. فالسيده ديت اتساقت على الاكسجين مع انه حاجه مهمه. طبعا بعد كده شلناها من على الاكسجين وحطيناها على مونيتور وحطيناها على سباب واتحسنت الحمد لله. ولكن التركه هنا بنقول ان مش اي حد عنده فشل تنفسي نحطه على اكسجين بدون حساب وكده ونحطه وخلاص. والسلام عليكم.